أقر الجنوب الإفريقي فادلو ديفيدز مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بوجود نقص في المجموعة، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه على ضيفه الكوكب المراكشي ضمن الدورة الثامنة من البطولة الوطنية. وكشف المدرب عدم رضاه على النتيجة والمستوى الذي قدمه أمام فريق الكوكب المراكشي. وشدد مدرب فريق الرجاء الرياضي في تصريح لموقع النادي على أنه وجب الاشتغال على تصحيح بعض الأخطاء خلال التوقف الدولي. وأشار المدرب في تصريحه أن مستوى فريقه لم يكن جيدا وما زال الاشتغال مستمرا على تحسين المردود وأيضا النتائج من أجل التتويج باللقب. يواجه المهاجم إسماعيل خافي لاعب الرجاء الرياضي انتقادات واسعة بعدما فشل اللاعب في ترك أي بصمة منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي رغم التكلفة المالية الكبيرة التي رافقت قدومه إلى القلعة الخضراء. وكان الرجاء قد تعاقد مع خافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي القادسية الكويتي في صفقة بلغت قيمتها 200 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 190 مليون سنتيم، إضافة إلى منحة توقيع سنوية مماثلة وأجر شهري، ما يجعل التكلفة الإجمالية للصفقة تتجاوز 400 مليون سنتيم خلال الموسم. وجد المهاجم إسماعيل خافي نفسه تحت ضغط كبير خاصة بعد مباراة الكوكب المراكشي حين أضاع فرص محققة للتسجيل، ليضطر المدرب الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز إلى استبداله بزميله يونس النجاري قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء في قرار يعكس حجم الإحباط من مردوده الهجومي. وأن مدرب الرجاء عبر عن استيائه من ضعف الفعالية الهجومية للفريق، وطالب إدارة النادي بقيادة جواد زيات بضرورة التعاقد مع مهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الخصاص الذي يعانيه الفريق في الخط الأمامي. ويأمل أنصار الرجاء أن يتمكن النادي من تصحيح اختياراته الهجومية في الميركاتو المقبل، خاصة وأن الفريق يطمح إلى المنافسة على لقب البطولة واستعادة بريقه القاري بعد بداية متذبذبة لم تلبي طموحات الجماهير الخضراء. واجهت الكورفا السود المساندة لفريق الرجاء الرياضي بلاغ شديد اللهجة بعد مباراة الكوكب المراكشي لحساب الدورة الثامنة من البطولة الوطنية. وعبرت المجموعة عن استيائها من الأداء الضعيف للفريق، مؤكدة أن النادي لا يبشر بالخير ولا يرقى إلى التطلعات، داعية إلى ضرورة الوقوف على مكامن الخلل قبل فوات الأوان. وأكدت الكورفا السود في رسالتها أن الظرفية الحالية تقتضي تصحيح المسار، وأن الوقت قد حان لتصحيح الأخطاء، مشيرة أن الجماهير ضاقت درعا بالأعذار ولا تحتاج إلى من يشرح الوضعية أو يقدم التبريرات. وطالبت المجموعة بتحسين الأداء واستغلال فترة التوقف لتعزيز التشكيلة وتقوية الخطوط خاصة الهجومية، وأكدت أن عملا كبيرا ينتظر المكتب المسير والطاقم التقني واللاعبين على حد سواء. قام فادلو ديفيدز مدرب الرجاء الرياضي بتقديم الدعم والمساندة للاعب السنغالي عثمان ساخو عقب مباراة أمام الكوكب المراكشي، وذلك بطريقته الخاصة. ونشر مدرب الرجاء صورة لساخو عبر خاصية ستوري على انستغرام معبرا له عن تقديره للمجهودات التي قام بها خلال المباراة وأنه كان في المستوى المطلوب. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد أولا بأول.